مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير عثمان محمد علي، الله يرحمه. تاريخ ميلاده 8 فبراير 1935. تاريخ وفاته 12 نوفمبر 2023. توفى عن عمر يناهز 88 سنة. الله يرحمه ويرحم الجميع. هو والد الفنانة سلوى عثمان، واللي من أشهر أدوارها في رمضان ده 2025 مسلسل سيد الناس، واللي كانت طالعة فيه بدور سناء أم الجرحي. ممثل مصري، ولد في محافظة الإسكندرية، واشتهر في الأدوار الثانوية في الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية وغيرهم كتير. بدأ حياته الفنية كمستشار في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، وبعد كده اشتغل في أحد البنوك في الإسكندرية. أما عن بدايته الفنية فبدأ من خلال المسلسلات الإذاعية، وأول مسلسل إذاعي ليه كان اسمه حب وإلهام عام 1954، وكان عمره في الفترة دي 19 سنة. ومن أشهر أعماله في الفترة دي للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم، وغيرهم كتير. وبعد كده اتنقل للمسلسلات الأخرى، وهي المسلسلات التلفزيونية، علشان يقدم لنا باقة من الزهور، وهي باقة من المسلسلات. تعال أقولك بعض من المسلسلات اللي عملها في الفترة دي: رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش في جلباب أبي، أبناء الأعزاء، شكرا، عائلة الحاج متولي، يتربى في عزه، الإمام الشافعي، وغيرهم كتير. ومن أهم الأفلام اللي عملها برضو في الفترة دي دنيا، شجيع السيمة، شبكة الموت، تمن الغربة، وغيرهم كتير. ممكن نديله لقب فنان بدرجة مستشار، أو مستشار بدرجة فنان، لأنه في الحقيقة ما كانش بيصلح اللغة بس، لأ، ده كان بيبدع في اللغة قدام الكاميرا. فنان موهوب بدرجة كبيرة وبدرجة فريدة، الله يرحمه، لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه. وتعالى نكمل قصته. قدم 258 عمل فني، ومنهم حي السيدة زينب، في يوم وليلة، هوجن، الدولي، السلطان وشاه، أنا شهيرة، أنا الخاين، قضاء عظام الجزء الأول، أوراق التوت، ولاد السيدة، ولي العهد، السيدة الأولى، أنا عشقت، جبل الحلال، الصقر شاهين، العراف، ألف سلامة، خلف الله، خيبر، سلسال الدم الجزء الأول، أخت طريز، الإمام الغزالي، الصفعة، بفعل فاعل، رقم مجهول، قضية معالي الوزيرة، الريان، مسيو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، وادي الملوك، اغتيال شمس، الجماعة الجزء الأول، بره الدنيا، زهرة وأزواجها الخمسة، سقوط الخلافة، قصة حب، منتهى العشق، أفراح إبليس الجزء الأول، الأدهى، البطنية، الدنيا لونها بامبي،
أولاد الحلال. العارف بالله الإمام عبد الحليم محمود. بنت من الزمن ده. شرف فتح الباب. طريق الخوف. عبد النهار. ناصر. أزهار. الإمام الشافعي. حق مشروع. قلب امرأة. من أطلق الرصاص على هند علام يتربى في عزه. حبيب الروح. على باب مصر. علي ويك. كشكول لكل مواطن. اعترافات الثعالب. التوبة. الحرافيش الجزء التاني شمس الدين. الرقص مع الزهور. الظاهر بيبرز. قصايص ورق. ينابيع العشق. أحلام هند الخشاب. أهل الرحمة. بلد الحواديت. عفاريت السيال. عيش أيامك. أبيض فأبيض. أنوار الحكمة. أولاد الأكابر. حد السكين. عاصفة الشك. غدا يوم آخر. غدر وكبرياء. العطار وسبع بنات. الهودج. أميرة في عابدين. بلد المحبوب. سيف اليقين. فارس العرب. قاسم أمين. يحيى العدل. الجريمة تدق الباب. عائلة الحاج متولي. يعود الماضي يعود. أبناء الشيطان. الحسن الباصري. الحقيقة الغائبة. السفينة والربان. للفتح المبين. أمشير. أوان الورد. بيت الزعفراني. حديقة الشر. حلم العمر. خيال الظل. شجيع السيمة. الله يرحمه لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.